السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. أبطال عالمين، ده احنا في السوبر معلمين. سوبر ورا سوبر، لما احنا عشان احنا الفريق السوبر. غبت في السوبر وربنا كرمنا وكسبنا. وكهربا كان السبب، وكهربا ما لعبش من أول ماتش. بس يعني ايه علاقة كهربا بكل الألعاب؟ الواد دمركو بال2 مليون دولار، يعني كل الالعاب انتوا واقعين فيها. سوبر جميل من بيراميدز، والحقيقه بيراميدز مهما يعمل هيفضل بسبب ان هو عنده عقده من الاهلي، وان هو حابب ياخد بطوله. يعني انا فرحتي الاكبر ان بيراميدز ما يحصل، يعني اول بطوله يحصل عليها ما تكونش على حساب النادي الاهلي. فأداء جميل من الأهلي، تألق شناوي رهيب جميل جدا. محمود يسوى السلامة. محمود متولي يعني وقع قلبنا، وكان عامل مباراة هايلة جدا. قفشة كالعادة، عبد القادر كالعادة، الشحات بقاله كام ماتش مخرف، ولكن الأداء كان جميل، السوبر كان جميل. تحية للجمهور اللي ملا الاستاد، يعني ولا بورصة ابو ظبي وقعت، ولا ديون اتملت، ولا الامارات فلست، ولا راح الرسم اتبهدل، ولا يا اخي غريبة الناس. يعني انا ليا صديق استاذ دكتور، هو استاذ معلم وحاصل على الماجستير والدكتوراه، زملكاوي، مشير بوست بتاع ان انسحاب الزمالك وقع، مش عارف، خلى الجايزة ل160,000 دولار وحاجات كده يعني. فده أستاذ دكتور مشير نفس البوست زي ما شافه، على إن دي الحقيقة. حجمكم ضعيف. سوبر اليد، الأهلي، فرامكو على أرضنا، يعني فرحة ما بعدها فرحة. وعلى فكرة والله العظيم أنا من الناس اللي بتابع أغلبية الألعاب من زمان، يعني بحكم والدي الله يرحمه، يعني كان متقاعد وقاعد في البيت، فكان بيتابع كل الالعاب وفهمني كل القوانين من وانا ولد صغير. يعني تنس، سله، طايره، يد، كل الالعاب، سباحه، الاولمبيات، كان بيقعد يشرح لي كل حاجه، رحمه الله عليه يعني. فاليد 3 مباريات على التوالي الاهلي يسحق الزمالك. عجبني قوي بوست التريقه، البوستات اللي نازله تريقه، انت مالكش في السوبر كرة القدم وانسحبت خلاص، ولكن حابب تتريق وحابب تكمل، وعمال تقول عندك بعض الحاجات على الحكم. يعني يقول لك اصل الشناوي يستحق طرد عشان مش عارف ايه، وشريف يستحق طرد. طبعا هم ماسكين حته شريف دي جدا عشان كهربا نزل بديله فخلص الماتش، فيمكن ده اللي يواجههم قوي. النقطة التانية ان انت ما بصيتش ليه على الشيبي وهو ضرب شناوي في اول الماتش، ما خدش انذار او كان يستحق الطرد. علي جبر يستحق الطرد مرتين. لينا ضربة جزاء. في كذا انذار قبل الاهلي ما يحصل المواقف اللي انت بتقول عليها. اما حتة الشيبي، فالشيبي لما علي معلول راح له، علي يعني الاهلاوي جدا، ابن الاهلي البار، والشناوي لما راح له، طبعا الشناوي انا هنا في حاجتين. الشناوي انا يعني بصراحة يعني شايفها حاجتين. شايفها رقم واحد ان هو زعلان ان اللعيب ما عندوش الروح الرياضية. ثانيا ان هو الكورة شناوي ما طلعهاش بالشكل المظبوط، فزعلان ان هي كانت رد حط جون فيتقال ان الشناوي كذا، فالشناوي راح له متضايق، فدي للحق يعني. النقطة التانية علي معلول، ما هو الشيبي اصلا طول الماتش فيه حاجات غريبة بيعملها، فدي نقطة مهمة. وهم اتكلموا معاه كذا مرة، يعني هم اتكلموا معاه كذا مرة على الموضوع دوت. في كذا التحام، في كذا حاجة، في خبط الشناوي في أول الماتش، كل ده جمهور الأهلي قال له. فيعني فسوبر جميل، جمهور جميل، حضور جميل، خدنا البطولة التالتة الكولر، وإن شاء الله الدوري والكاس جايين، والبطولة أفريقيا، وماتش الترجي ماتش قوي، والأهلي إن شاء الله محظوظ في أفريقيا، وزي ما قال المذيع بعبع أفريقيا والبطولة بتحبه. طيب يا سيدي، نرجع للسوبر اليد. كان في بوست على المختلط، صفحة الزملكاوية الجميلة،
بيقول عرفهم حجمهم، هم كومبارس، عايزين مش عارف يضيعوا ده بماتش بتاريخكم. كالعادة كالعادة ماتش بتاريخنا، كالعادة بتحاول تحط الحجم البسيط بتاعك قصاد حجم الأهلي الكبير عشان تضيع تاريخه. كالعادة بتحاول تقلل أو تعمل ماتش للتاريخ وانت اللي بتصنعه. وارجع اقول لك كالعاده ربنا ما بيكرمكمش عشان النوايا. نفس الكلام بتاع القضيه، نفس الكلام بتاع ماتش السوبر ده، هو نفس الكلام. جمهوركم ما بيغيرش، بتحاولوا تشوفوا اي ثغره ان انتوا تتعالوا على الاهلي، ان انتوا تاخدوا من الاهلي بونت، ان انتوا تحطونا في ماتش للتاريخ نفضل نتذل بيه، مع الرغم ان هو ليس له قيمه، ماتش عادي جدا على بطوله. ولكن ربك دايما ما بينصركمش، ربك دايما ما يقفش معاكم. يعني هعمل ايه؟ يعني حتى الاربع بطولات اللي كسبتهم فيهم بطولتين تقريبا يعني طايره، وبطوله للسيدات بكيد النساء بتاع البنت مريم. فحتى يعني حاجة غريبة، يعني كده حاجة غريبة ووضع غريب، يعني زيها زي رمضان صبحي. يا رمضان صبحي مش كهروب او نادي، لا، هتفضل انت اي حد بيمشي من الاهلي بشكل غير رسمي بيفضل فيه حقد وبيفضل فيه سواد وبيفضل فيه دقيقة. لكن لما تلاقي الناس اللي بتتكلم باحترام على الاهلي، اعرف حجم الاهلي جوه النادي، حجم الاهلي يتكلم عليه كويس قوي. اللي اتربى في الاهلي وحب الاهلي عارف يقول الاهلي. اما موضوع انسحاب، هرجع تاني للنقطة دي، اما موضوع انسحاب الزمالك وقال لك للكرامه، ما نلعبكم على تيجوا تلعبوا على الكرامه، تيجوا تلعبوا على الكرامه ونقعد لكم كهربا على الدكه او نوقفوا جون، نقعد كهربا جون. يا راجل انت بتقول انسحبت عشان كرامتك وعملت كرامه للتاريخ والكلام دوت، ده كذب وفشل وبتنسى كل اللي انت بتعمله. يعني تحيه لكهربا اللي فضحكوا، كهربا اللي انت لو بتحافظ على كرامتك كنت عاقبت شيكابالا لما شتم وتف على الجمهور وقلع الجزمة هو وشيكابالا. ونفس القصة كهربا، قلع وشتم وقلع الجزمة في وش الجمهور وتف على الجمهور. يعني عاقب يا جدع، لو بتعاقبوا على الكرامة راح عاقبوا الراجل اللي شتم أمهاتكم. يعني كرامة ايه بس يا رجالة؟ السلام عليكم.